السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض الهبة ترند بلبن، الترندات بتاعته اللي مش بتخلص ابدا. طبعا غايبة عنكم بقالي كتير جدا، مش عارفة والله اقول لكم ايه. كتير بعتولي، بس ان شاء الله خير ان شاء الله ونرجع تاني باذن الله. النهارده من كتر ما طلبت مني الهبة قلت بقى ايه، هبت في دماغي قلت اعملها معاكم النهارده. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده هنقطع الكنافة. دي كنافة متلجة كانت في الفريزر، يعني انا جبتها قبلها بيوم كده وحطيتها في الفريزر، جمدتها وبعد كده ابتديت افركها بايدي كده لغايه لما هتبقى ناعمه. حطيتها على النار عادي خالص وهحمرها عادي خالص. بصوا انا هحط لها معلقتين سمنه بلدي. لازم تتحمر بسمنه تكون نوعيتها كويسه كده، فيعني لو بلا ما تبالغيش في نسبه السمنه، لان عشان ما تبقاش تقيله وعلشان ما تبقاش الكنافه لازقه كده ببعضها. كمان علشان هي مكوناتها كتير فيعني هتبقى تقيلة قوي، فمش عايزينها تبقى دسمة قوي. بصوا بعد ما السمنة اندمجت شوية مع الكنافة كانت النار عالية، كنت بقلب على نار عالية عادي. هديت النار خالص كأنها شمعة وابتدي اقلب بقى الكنافة واحمرها ايدي فيها، ما سيبهاش ابدا عشان لو سهيتي عنها ثواني هتلاقيها اتحرقت على طول. هفضل احمر في الكنافة بتاعتي كده لغاية اما تديني اللون الذهبي الحلو قوي ده اللي احنا هنشوفه. بعد ما اطفي على الكنافه استمر في التقليب، ما اطفيش عليها واسيبها هتلاقوها كلها اتحرقت من تحت. بعد ما تطفي على الكنافه تفضلي تقلبي فيها كويس جدا، مش هيقل عن 3 4 دقايق كده علشان ما تتحرقش منك، تمام؟ لان بتكون لسه محتفظه بدرجه حرارتها، فما ينفعش ابدا نسيبها من غير ما نقلبها بعد ما نطفي النار. خلاص كده كانت الكنافه بتاعتي اتحمرت. هفضيها طبعا، اقلبها شويه بعد ما طفيت عليها وهفضيها ببوله وهسيبها بقى. وتعالوا نعمل مع بعض كيكه الفادج التحفه الجميله اللي كتير جدا سالتوني عليها. تعالوا بقى نقول طريقه مقادير الكيك الاول. بصوا هنا عندي كوبايتين دقيق، بنفس الكوبايه نعاير كل المقادير. بصوا الكوبايه التانية ناقصه قد ايه، حوالي تلت كوبايه ناقصه، يعني كوبايتين الا الحبه دولت. الحبه اللي هنشيلهم من الدقيق من الكوبايه التانية هنحط بدلهم كاكاو، يعني الحبه اللي ناقصين من الدقيق دول انا حطاهم كاكاو، تمام؟ عايزه تشيلي نص كوبايه تحطي نص كوبايه كاكاو، دي حاجه ترجع لك، بس هي كده تمام حلو جدا، مش لازم نص كوبايه كاكاو ابدا. هفضي طبعا الكاكاو كده لان انا لازم انخله عشان بيبقى فيه تكتلات. زي ما انتوا شايفين كده يبقى حطينا كوبايتين شلنا منهم، يعني لو حطينا كوبايه ونص دقيق هنحط النص كاكاو، لو حطينا كوبايه وتلتين دقيق يبقى هنحط التلت اللي فاضل كاكاو، تمام؟ هنحط ايه كمان، معلقه بيكنج باودر. بصوا المعلقه مليانه ازاي، المعلقه دي 23 جرام اللي هو قد الكيس، يعني الكيس بتاع الكيك شيف كله بنحطه 23 جرام. ما عندكيش حطي بيكنج باودر بالمعلقه كده 23 جرام، تمام كده. هنقلب ليه بقى، احنا المفروض نحط معلقه بيكنج صودا، معلقه صغيره كده من بتاعه الشاي بيكنج صودا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، بس ما كانش عندي بيكنج صودا فحطيت الكميه كلها بيكنج باودر، تمام كده. ايه نعمل المقادير السايله. اول حاجه عندي هنا بضايه، طبعا كل اللي انا هعمله دلوقتي ده تعمليه في الخلاط عادي، في شفشق الخلاط بتاعك عادي خالص، بس انا الخلاط بتاعي اليومين دول بعافيه فهستخدم الهاند بلندر، هو خلاط برضو عادي خالص. هنا حطيت بيضه وهحط كوبايه سكر زي ما انتوا شايفين كده، كله بنفس الكوبايه اللي احنا استعملناها، تمام؟ انا هنا كوبايه السكر شايله منها معلقتين كده عشان مش عايزه الكيكه تبقى مسكره قوي. هنا دي معلقه كده نسكافيه سريع الذوبان، طبعا بينقل الكيك في حته تانية خالص علشان بيديله طعم كده كانك بتاكلي شوكولاته مش كيك عادي يعني. انا شلت ليه معلقتين سكر، طبعا تقدري تحطي الكوبايه كامله عادي خالص، بس عشان الكيكه هتبقى مسكره قوي والكنافه بالبيستاشيو مسكره قوي وطبقه النوتيلا فهتجزع النفس، فانا عايزه السكر يبقى معتدل. هنا حطيت كوبايه لبن، يبقى هنا كوباية سكر، كوباية لبن، بضاية، معلقة نسكافيه سريع الذوبان، تمام كده. وهحط فانيليا وهحط ايه، ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت كله بنفس الكوباية اللي احنا بنستخدمها، كل المقادير بنفس الكوباية. ربع كوباية زيت وهنحط فانيليا وهحط معلقة خل كده. دي كل المقادير السايلة. المقادير الجافة بقى زي ما عملناها، هنا هنحط ايه، كوباية وتلتين دقيق والتلت كاكاو ومعلقة كبيرة بيكنج باودر 23 جرام. عايزين نحط معلقة صغيرة بيكنج صودا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، تمام. هنا حطينا كل المقادير السايلة بقى، بضاية، معلقة نسكافيه سريع الذوبان، كوباية سكر، كوباية لبن، فانيليا، معلقة خل، ربع كوباية زيت. دي كل المقادير السايلة وهنضربهم حلو جدا في شفشق الخلاط، في الخلاط عادي جدا، تمام. نضربهم كويس جدا جدا لغايه لما يبقى القوام ناعم وميبقاش فيه اي اثر للسكر.
زي ما احنا شايفين كده هفضل اضرب فيهم بقى. طبعا انتي تضربي فيهم بالخلاط، تفصلي شوية وترجعي تكملي تقلبي الخليط كده عشان لو في سكر في قعر الخلاط ولا حاجة، عشان كمان الخلاط بتاعنا ما يحصلوش حاجة. يعني تفصلي وترجعي تخلطي لغاية لما يديكي قوام ناعم زي كده. ده الخليط اللي احنا عملناه الجاف، صبينا عليه الخليط السايل وهنقلبهم كويس جدا لغاية لما يندمجوا مع بعض. هتحسي ان القوام تقيل جدا وانتي بتقلبي كده، بتقلبيه بالعافية. هو دوت القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. هيبقى فاضل لنا في المقادير؟ نص كوبايه ميه سخنه مغليه، ميه مغليه. بصوا بتطلع دخان ازاي، مش سخنه. انا حطيتها هنا في الدرق بتاع الهاند بلندر عشان ياخد الباقي، يعني السوائل اللي باقيه من الخليط اللي احنا عملناه. وهقلب على طول، ما تقلقيش خالص. بجد بجد هتاكلي احلى فادج ممكن تاكليه في حياتك. قلبناها كده كويس بسباتيولا بقى، نقلبها كويس. وهنجيب صينيه 30 في 40، فرشينها ورقة زبدة وهنصب فيها الخليط. طبعا مشغلين الفرن من أول لما ابتدينا نعمل في الكيكة على درجة حرارة 170. هندخل الكيك على الرف اللي في النص. ماشي، هتقعد معانا حوالي من 12 ل 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. تمام كده. زي ما احنا شايفين كده صبينا الخليط بقى، وبعصاية شيش كده بخلة هنبتدي نعمل كده يعني. نخرج الهواء من الكيكة او نخبطها خبطتين على الرخام. اول لما الكيكه خرجت من الفرن على طول زي ما احنا شايفين كده بسلك الجناب بسكينه كده رفيعه، وهغطيها بورق زبده واقلبها على على اي حاجه بقى كده بنقلب عليها. وبعد كده بسيبها لما تبرد تماما، متغطيه كده، واسيبها لغايه لما تبرد تماما. بعد ما تبرد اروح جايه بقى شايله من عليها الورق كده. وهنبتدي نقص على قد المثلثات بتاعتنا، يعني هقص الكيك على قد المثلثات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا يستحب ان احنا نشيل الوش خالص. الوش طبعا ده ما بيترميش خالص، بالذات وش الكيك بتاع الفادج تحفه. بس انا قلت الكيك هيبقى حلو من غير ما اشيل الوش يعني، وكده قصيت على قد المثلث. بس جيت احطها في المثلث لقيت ارتفاع الكيك قد ارتفاع المثلث كامل، يعني من غير لما احط ولا توبنج. بصوا الارتفاع عالي ازاي، من غير ما احط بقى لا الكنافه ولا الصوصات ولا اي حاجه. فطبعا مش هينفع خالص. فهبتدي بقى بعد ما قصيتهم كده هبتدي اشيل الجزء بتاع الوش ده خالص، يعني اشيل طبقة كده خفيفة من الكيك علشان يبقى فيه مساحة نحط فيها الكنافة، ويبقى فيه مساحة نحط فيها طبقة النوتيلا او الكندر. هقصهم كده، جبت يعني انا قصيت واحد بس وخدته واقص عليه بقى بقية المثلثات زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شلت بقى طبقة كده من الكيك من على الوش عشان الاقي مكان ان انا احط الكنافة والشوكولاته وكده، لان لو حطيتها زي ما هي مش هلاقي مكان، مش هيبقى مفيش مساحه في الكب احط فيه. بصوا اهم عملتهم، وده الوش اللي طلع. هنا بقى عندي البيستاشيو، عندي الكنافه اللي احنا حمرناها. خدت ربع كيلو كنافه متحمره بس، وحطيت عليهم ربع كيلو بيستاشيو، ربع كيلو زبدة الفستق اللي هي البيستاشيو. سيحتها على حمام بخار بزيت. حطيت على ربع كيلو البيستاشيو حوالي ربع كوباية زيت. تمام. وقلبتهم كويس جدا مع بعض لغايه لما بقوا زي ما احنا شايفين كده. جبت الكيك بتاعي اللي انا كنت اساسا حطيته في الكبات خلاص كده، وسقيته بخليط التسقيه بتاعي اللي هو معلقتين جناش وعليهم ميه، وقلبتهم كويس جدا وسقيت بيهم الكيك. وباخد بقى جزء من الكنافه بالبيستاشيو كده وبغطي بيه. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا. بس الكيك كده طبعا الكيك بجد والله من غير ما يعني يتسقي تحفه. الكيك هش جدا، اكيد شايفينه واحنا بنقطع اساسا. الكيك هش جدا، ارتفاعه عالي جدا. الكيك بجد رهيب رهيب. طعمه كأنك وانت بتاكلي الكيك لوحده كده كأنك بتاكلي قطع شوكولاتة، مش كيك عادي شوكولاتة عادي. لا، كيك الفادج بيبقى مميز وطعمه حلو جدا. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي. بصوا ده كده كل الكبات بقى حشيتها كده بالكنافة بالبيستاشيو. دولت قلت هعملهم حاجة تانية، بس في الاخر عملتهم لان اتطلب مني تاني فعملتهم برضو كنافة الهبة يعني. هنا دي عندي صوص كندر وصوص يعني نوتيلا. سيحتهم برضو الكندر على حمام بخار برضو بمعلقتين زيت لكل معلقة نوتيلا، او لكل معلقة زبدة لوتس، زبدة فستق، زبدة كندر، سبريد كندر، معلقة زيت. طبعا زيت يكون نوعية نظيفة ملهاش لا لون ولا طعم، يعني يكون زيت كويس. وهنبتدي بقى نصب بعد ما سيحتهم كده على حمام بخار بالزيت. ببتدي اصب في الكبات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بهز الكبات كده حاجه بسيطه بس علشان الوش يتساوى. اهو زي ما انتوا شايفين كده عملت كل الكبات بتاعتي. عملت نصهم كندر ونصهم نوتيلا عاديه بني. اهو بصوا، بجد بجد كانت خطيره خطيره خطيره. الربع كيلو كنافه عملولي 10 مثلثات من دولت.
بصوا شكلها تحفه. المثلث انا اخترت ان انا اعمل الهبه في المثلثات ديت لان حلوه جدا على قد فرد، فانا قلت ايه يعني دي تبقى حلوه على قد فرد بدل ما اعمل يعني كب كبير او جزء كبير يعني، فيبقى صعب على الناس في التعامل، يعني ان هم يشتروا، لا الناس عايزه تدوق وفي نفس الوقت تكون حاجه سعرها مريح. زي ما انتم شايفين كده حطيت على الكندر صوص نوتيلا، يعني من النوتيلا كده، حطيتها في كورنيه وعملت بيها خطوط كده عشوائيه، وبخلة الاسنان عملتها كده برضو ايه عشوائي كده. وعلى وعلى النوتيلا البني عملت بصوص الكندر كده، وبرضه هعملها بخلة الأسنان كده شكل عشوائي يعني اهو زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هجيب زبدة الفستق اللي هي البيستاشيو وهحط منها برضو ايه كده خطوط عشوائية عليهم كلهم. بكده عملنا الهبة اللي عاملة قلبان من عند بلبن، وبجد بجد رهيبة، كل اللي كل منها عجبته جدا جدا. ده كان شكلها النهائي، هتاخدك في حتة تانية خالص. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وتقدروا تنفذوه بمنتهى البساطة. بصوا الجمال وجمال الطبقات. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك وشير